اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الهنا على حبايبي الموجودين هنا، او يا مساء الهنا على حبايبي الموجودين هنا حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهارده انا جايبه لكم طريقه سهله وبسيطه، بدون دقيق، بدون اي اضافات، للطحينه. معايا الطحينه الاصليه، الطحينه الاقتصاديه، طحينه المصانع، الطحينه اللي كلنا بنشتريها بكميه بسيطه قد كده وغاليه جدا. هنعملها بكميه كبيره وبأوفر مليون مرة من نشتريها من بره. معايا المقادير بتاعتي، انا معايا مكونين اتنين ومفيش غير كده. معايا سمسم ابيض، معايا نص كيلو من السمسم الابيض. تمام. انا جايباه من حد موثوق منه، يعني يكون نظيف، وبجيبه بعيد عليه برضو عشان ما يكونش فيه اي شوائب ولا يكون فيه اي حاجه خالص. انا بحب اجيبه ابيض كده. اصلا لما بيجي ابيض للطحينه، الطحينه بتطلع لونها فاتح وبتبقى جميله. لما بتجيبيه متحمر بيبقى الطحينه بتبقى غامقه وما بتبقاش حلوه. فاحنا بنجيب السمسم الابيض ده بتاعنا. معايا نص كيلو. معايا كوبايه من الزيت النباتي، يكون ريحته حلوة، يكون زيت عباد، يكون نوع نظيف. ما ينفعش نعمل بتاع التموين عشان بيعمل ريحة كده في قلب الحاجة. تمام كده. احنا معانا مكونين اتنين بس. نص كيلو من السمسم، معايا كوباية مج بتاع الشاي زيت. معايا هنا طاسة مسخناها على النار زي ما احنا شايفين كده. تمام. سخنتها وهنزل بالسمسم بتاعي. انا مش عايزه السمسم بتاعي يتحمص. يا رب يكون شايفين. انا مش عايزه السمسم بتاعي يتحمص، انا عايزه السمسم بتاعي آه يطلع له ريحه. يعني انا حاطه الطاسه دي على البوتاجاز كده بقالها شويه تسخن. ليه؟ انا عايزه السمسم مجرد ما ينزل يسخن، انا مش عايزاه ياخد لون. هقلبه تقلبتين كده. انا عايزاه يسخن بس، مش عايزاه ياخد لون. مش عايزاه يتحمر يا جماعه. انا عايزه ان انا اسخنه بس، بحيث ان انا اشم ريحته. ايديا بتقلب فيه وهو على البوتاجاز اهو. اول ما هحس ان خلاص خد التدفئه اللي انا عايزاه، خلاص كده هقفل. خلاص كده يا جماعه، هو كده بقى بالنسبه لي جاهز. خلاص هو كده خد السخونيه اللي انا عايزاها. هو جاهز كده تماما مليون في المية. تمام كده. تعالوا بقى نرجع هنا تاني. معايا بقى، معايا، يا معاكي بقى الهاند بلندر، يا معاكي الخلاط، يا معاكي ال- المفرمه بتاعه الخلاط اللي انت بتعملي فيها الكبه بتاعه الخلاط اللي انت بتعملي فيها البهارات. ايا كان بقى. المهم ان انا عايزه افرم السمسم بتاعي ده واطلع الزيوت اللي فيه. انا بسخنه ليه؟ عشان انا عايزاه اطلع الزيوت اللي جواه. تمام. هجيب هنا المعيار بتاعي ده، انزل فيه السمسم كله. وانا حبيب قلبي انا كده هطحن السمسم بتاعي كويس جدا، الهاند بلندر بتاعي، لغايه لما اطلع الزيوت اللي فيه. اطحنه طحن كويس جدا. هو سخن يا جماعه على فكره. بالطريقه دي كده اطلع كل الزيوت اللي فيه، اطحنه بمعنى اصح. شوفوا هنا حبايبي بقى السمسم بتاعي بقى عامل زي المعجون هنا كده، او ان هو اتطحن هنا معايا بالهاند بلندر. هنا بقى المرحله دي هنبدا ان احنا نضيف الزيت، بس ننزل بيه سرسوب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. يا رب يكون واضح. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بسرسوب كده من الزيت. تفضل ايدينا شغاله وهو نازل سرسوب، ما نوقفش. هنا نزلت بكوبايه الزيت كلها، اضرب بقى ضرب جيد جدا.
وهنا حبايبي بعد ما خلصت الضرب بتاعنا فضلت اضرب فيها يعني يجي 10 دقايق كده. القوام بتاعها اهو. انا ضربت فيها كتير بصراحة، يجي 10 دقايق لغاية لما خفتها قوي كده، علشان تبقى ناعمة. هي لو ضربتيها شوية صغيرين مش هتبقى ناعمة، هتبقى معاكي خشنة. لازم تتضرب ضرب كويس جدا. لازم يكون معاكي الجهاز اللي انت بتضربي بيه يكون كويس، سواء الخلاط سواء المفرمة سواء اي حاجة عندك انت بتعملي فيها، لازم يكون كويس. الموتور بتاعه يكون كويس، لانها بتاخد ضرب كتير يا جماعة. انا فضلت اضرب فيها يجي 10 دقايق عشان تنعم معايا بالشكل ده. تمام كده. زي ما احنا شايفين كده، هي علشان لسه سخنة فهي سايلة كده عشان هي لسه سخنة. فلما هتتقل معانا هتقعد بقى وتتقل معانا، لا تطرد الزيت ولا هيحصل لها اي حاجة باذنك يا رب، وهتبقى زي الفل. معايا بقى برطمان اهي يا جماعة، اهي يا جماعة. عملت لي برطمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده تقريبا كيلو او حاجة. تمام كده، تقريبا هو كيلو او حاجة ده. موزنتوش مش عارفة. نص كيلو سمسم، كوباية زيت. عملت حاجة نظيفة، حاجة قيمة، حاجة كويسة في البيت عندك. ما تكونش حد لعب فيها، ما تكونيش عارفة مصدرها ايه. تأكلي ولادك حاجة نظيفة. يا رب تكون وصفتي النهاردة نالت اعجابكم. ما تنسونيش باللايك والشير وتفعيل القناة عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.